من أكتر المشاعر المؤذية للإنسان مشاعر الغضب. الغضب من المشاعر اللي بتوقف تفكيرنا، بتخلينا مش عارفين نفكر بشكل منطقي ولا قادرين نستوعب أي حاجة بيقولها الآخر. عشان كده الغضب من أكتر الحاجات اللي ممكن تبوظ العلاقات الإنسانية بين أي اتنين وبين أي أشخاص يعني. طيب، الغضب ده كمان بيمنعنا من الرفق، بيبقى عامل كده زي الوحش اللي بينهش في عقلنا وقلبنا وجسمنا، فبيخلينا مش قادرين يعني الوحش ده بيبقى مخلينا متألمين وعايزين نطلع صوت عشان الألم ده، فما بنحسش الآخر بيقول ايه. طب عشان كده نعمل ايه؟ نعمل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ببساطة شديدة: لو قاعدين بنقف، لو نايمين بنقعد، بنغير الجلسة او الطريقة اللي احنا قاعدين بيها، ونحاول ندخل نغسل وشنا، نروح نعمل اي حاجة الى ان الوحش ده يهدى والغضب يزول، وساعتها نبدأ نتكلم مع الاخر.